ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وبالف صحه. انا معاكم لولو من قناه لولو لايف ستايل. والنهارده هوريكم روتين التنظيف بتاعي للشقه كل يوم. انا امبارح بالليل كان عندي ضيوف كان معاهم اطفال، داخلين طالعين اكل وشرب، بهدلوا الدنيا. الشقه كلها منكوشه، مفيش حاجه تقريبا في مكانها بسبب الولاد الصغيرين. آه عندي اهم حاجه عندي في ان انا وانا بنضف حاجتين اتنين مهمين جدا، مقدرش استغنى عنهم. اول حاجه بوكس زي ده، او لو ما عندكيش بوكس زي ده عندك كرتونه ماشي، عندك باسكت كبير ماشي، عندك درج مثلا موجود عندك ما بتستخدميهوش ماشي، عندك شنطه كبيره بلاستيك ماشي، اي حاجه. وطبعا الدرج ده انا حكيت معاكم قبل كده ايه تفاصيله، كان فيه ايه بالظبط. دي بعمل فيها ايه؟ اي حاجه بعمل مثلا انا هبتدي بريسبشن وبالصاله بره، اي حاجه ده مش مكانها بحطها فيه، مش باخدها واروح ادخلها في مكانها، لا بحطها في البوكس ده. وفي اخر لما اخلص تنظيف خالص بوزع كل الحاجات على اماكنها المظبوطه والصح. خليكم معايا تشوفوا روتين التنظيف بتاعي، بنضف ازاي وببتدي ازاي. خليكم معايا. اول حاجه انا هنا عندي دي السفره، المكان ده انا بذاكر فيه وبصور فيديوهاتي، تقريبا معظمها بقيت بصور هنا. اول حاجه بعملها ان انا هفتح الشبابيك، هشد الستاير عشان الاوضه تتهوى. وهشيل طبعا كل حاجه مش في مكانها، هشيلها من مكانها. الورد المتقطع ده المفروض ان ده ليه مكان، لان انا لسه هستخدمه في حاجات هاند ميد، فليه مكان هشيله طبعا من هنا. وبصوا اصلا كانوا بيلعبوا حاجتي اللي انا بذاكر فيها اصلا ورموها في الارض. وهنا برضو حاجات مش اماكنها برضو هشيلها. هشيل كل حاجه من مكانها وهفتح الشباك وهرجع لكم تاني. انا يا بنات محدده لنفسي بالظبط ان انا اخلص الروتين ده، بعمله المفروض في ساعه واحده بس في اليوم، مش اكتر من كده. ممكن يطول شويه عشان انا بصور، بس هحاول ان انا ان شاء الله باذن الله اخلصه اون تايم في الميعاد اللي احنا متفقين عليه. الساعه دلوقتي 12:30. هبتدي وربنا يعيني واخلص ان شاء الله الساعه 1:30. بصوا يا بنات دلوقتي بالظبط فات 3 دقايق، انا فتحت فيهم الشباك وشلت كل الحاجات اللي مش مكانها، شلتها. وشلت حاجات اللي هم كانوا مرمينها لي في الارض. كل اللي انا هعمله هلمع الازاز والمرايات، وهلمع الخشب بملمع الخشب. ده مش بنضفه كل يوم، السفرة مش بنضفها كل يوم، اوقات واوقات. بصوا يا بنات انا كده خلاص خلصت الاوضه، نضفت كل حاجه فيها، النظافه نضفتها وكل الحاجات دي انا نضفتها. تمام كده خلاص خلصت الاوضه دي، هسيبها مفتوحه تتهوى شويه. على بال ما تتهوى انا هبتدي اخش هنا على الانتريه. ابتديت اصلا اوريدي، شلت بس الشيلات من على الكنبه رميتهم على كنبه تانية. هبتدي في الانتريه بتاعي وهرجع لكم تاني. دلوقتي كده بالظبط من ساعه ما ابتديت فات ربع ساعه. من ساعه ما قلت لكم ان انا هبتدي هروح اعمل الانتريه بتاعي وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات انا كده خلاص خلصت الانتريه بتاعي كله 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 اهو زي ما انتوا شايفين. ودي السفرة بتاعتي. خلصت كده كل حاجة تقريبا. وده الصالون. كل الحاجات دي، الحاجات اللي هي اصلا اللي في البوكس دي، كل دي حاجات مش في اماكنها. هشيلها مكانها وهعمل الصالون واخلصه وارجع لكم تاني. في الوقت ده وانا شغاله بتبقى شغلت الاطباق، لو في حاجات طبعا في المطبخ مش نظيفه بتبقى بتنضفها، والغساله بتاعت الهدوم بتبقى شغاله بتخلص وبطلعهم واركنهم في البلكونه وبحط غيرهم عشان انجز وقت واكسب وقت. بصي يا بنات انا كده خلاص خلصت الصالون بتاعي تقريبا كله اهو نضف، حتى النجفه برضو عملتها كده عديت عليها. خلصت كل حاجه كده وخلصت هنا كل الشقه كده خلاص خلصت. ادي انا اقول لكم اهو، انا كنت منوره اصلا.
آم، وادي اوضه السفره. خلاص خلصت كده، خلصت كل حاجه. اللي في الارض الموف دي كلها على بعضها، دي طبعا مش السجاده، السجاده بتاعتي سودة، فانا حط عليها دي عشان خاطر السجاده السوداء دي بترهقني وبتتعبني جدا، واي حاجه بتبان فيها. أم، فانا نضفتها ورحت حط عليها دي. ده قماش عادي بتجيبيه من هو عند الراجل اللي بيبيع قماش الملايات والحاجات دي والستاير بتاعت البلكونات. جبتها وفرشتها. بصراحه حميالي السجاده، خاصه ان انتوا زي ما انتوا شايفين ده باب الشقه، واحنا داخلين طالعين في الحته دي، وجنب باب الشقه في المطبخ، فممكن تبقى في حاجه في المطبخ انا دايسه عليها ببهدل الدنيا. فبصراحه رحمتني، لاني كنت تقريبا آه، كل اسبوع لازم السجاده تتعمل ب100 حاجه عشان خاطر تنضف وتبقى مفيهاش اي حاجه، اي وبره، اي فتله، اي حاجه في الاسود طبعا بتبان، بترهقني جدا. فدي، واللي عنده ولاد صغيرين دي كويسه. لما ببقى عارفه ان طبعا في ضيوف جايالي بشيلها، عشان ده مش منظر قدام الضيوف. بس الاهل البيت يعني عادي ممكن نستحمل المنظر ده ما يبقاش حلو. انا حاولت اختار لون يكون ماشي مع عامه العفش والحاجه، ما اجيبش حاجه تكون في حته، ما احطش حاجه مثلا لونها اخضر. فجبت القماش ده لونه موف كده ماشي مع الحاجات اللي عندي. وعملت الاوض بتاعت اوضه النوم بتاعتي واوضه الليفينج والكلام ده كله، وخلصته. وخلصت المطبخ. الشغل ده ما خد مني بالظبط ساعه وربع. وخدت تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه في ان انا كان عندي الانتري ده، كان عندي الاوضه بتاعته دي كانت فيها تنظيف شهري. فانا حتى عملت لكم فيديو عن طريقتي في تنظيف الصالون والانتري بالتفاصيل، فهنزلها لكم ان شاء الله بعد ما انزل الفيديو ده. يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واي فيديوهات عايزينها سيبوها لي تحت في الديسكريبشن بوك، في الكومنتات، وانا هرد عليكم. ويا رب البنات اللي اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتي، في علامه حمراء كده مكتوب عليها اشتراك او سبسكرايب بالانجليش، دوسوا عليها عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديده. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، والسلام عليكم.